بقى هنخلل شوية ليمون. بصوا انا قطعها اهو. انت بتقطعيه مثلثات كده وبتغسليه غسلة كويسة اهو، وتحطيه في حلة مية مليانة مية اهي، وتحط على النار لحد ما تتسلق. وهقولك هنعمل ايه. بصوا كده استوى، كده استوى. انا كده انا هقفل عليه. بصوا دي خلطة الفلفل الليمون اهو. المفروض ان يبقى فيه فلفل الوان بس انا ما لقيتش بصراحة، فانا حطيت فلفل حراق احمر وفلفل اخضر، هعملهم في الكبة وارجع لكم. بصوا الخلطة اهي عملتها في الكبة، وبشرت شوية جزر اهو. هنطلع بس الليمون من المية ونتبله. الليمون اهو هطلعه من المية. بصوا الليمون اهو، بس انا مش عارفة هو غامق، الاضاءة وحشة قوي هنا، بس هو طلع اهو. وهنخلله. يلا بقى هنعمل التتبيلة. الحاجات اللي هنحطها، حطيت الجزر عليه الفلفل ماشي. بصوا ما تجيبيش اكتر، هتروحي للعطار هو ب5 جنيه عصفر و5 جنيه حبة البركة، وهتجيبي كيس ملح. هنحط العصفر حبة البركة وهنفتح كيس الملح. على فكرة انتوا ممكن ما تحتاجيش الخلطة دي، اللي هيتبقى مننا احنا بنحطه في الخلاط في الفريزر سوري. هنقلب قلبي بقى ايه كويس. تحطي بس حبة شطة اهو، ممكن حبة زيت بوصات عشان بس التتبيلة تمسك في بعضيها. طبعا انت ممكن تعملي الخلطة دي اصلا وتحطيها في الفريزر. انا بعملها انا على فكرة، انا يعني برضو انا عاملاها وحاطة منها في الفريزر. يعني بروح مثلا جايبة شوية الليمون اعملهم كيلو الليمون، انا بعمل كيلو بكيلو يعني اهو. الليمون اهو. بصي بقى انا بنزل كده بشوية على الليمون ماشي. بصوا انا الليمونة، بصوا
انا ما بحبش القلب بتاعها ده. انا بصي يعني بضغط عليها كده اهي اهي. ما بحبش القلب بتاع الليمون. بس عايزه اقول لك انك لو جربت الطريقه دي يعني طريقه والدتي الله يرحمها، يعني يا ريت تدعوا لها بالرحمه. دي بتعملها تقريبا نادر قوي لما تلاقي حد بيعمل الحركه دي. عشان انا ما بحبش القلب بتاعها، فكانت بتضغط عليه كده، كانت بتنزلي اللي فيه، وبعد كده بتروح مقلبه بقى الخلطه فيها، تطلع جميله جدا. القلب ده اصلا بيبقى موجود اساسا في الميه بتاعه الليمون، يعني انت مش بتخسريه ولا حاجه يعني ما بحبش اكل الليمونه واجي اقطم منها الاقي في حاجه نزلت من الليمونه يعني. بس بتقلبي كده، واي ليمونه بقى بتيجي في ايدك بتضغطي عليها بتنزلي اللي فيها اهو. ممكن يعني تغلي الليمون غلوه واحده وتقفلي لحد رمضان يعني. بس انا بحب اعمل الليمون يعني بحب اعمله كده واكله منه مثلا بعدها بيومين 3. وانا بعمل كيلو، انا المره دي يعني مكتره شويه، بس انا بحب اعمل كيلو. يعني انا رحت اشتريت كيلو باجي اعمله يعني، وبناكله مثلا بعدها بيومين 3. اول ما بيخلص بعمل تاني يعني. بحب الحاجه تبقى صبحه اهو. بتقلبي بقى كده. هنجيب الفلفل الحراق. بصوا جبت الفلفل اهو، انا غسلاه. انا برضو بحب احطه هنا بحيث ان كله ياخد نفس الطعم. هنحط شويه خلطه تاني، قلبي بقى ايه كله في بعضه اهو. بجد كل اللي بيفشل معاه الليمون المخلل بجد هينجح معاه جدا يعني. وعلى فكرة انا مية الليمون انا مرميتهاش، احنا هنزود بيها الليمون بعد ما نحطه في البطرمان. البطرمان اهو. انا بحب احط في بطرمان بلاستيك اهو، علشان انا ولادي ممكن يكسروه يعني. بصوا اهو، انا بحب احط شويه من الخلطه من تحت اهو ماشي، وتروحي حاطه الليمون اهو اهو. بصي اعملي ما بين كل يعني راق وراق شويه خلطه، وبعد كده بتكملي الليمون. بصوا انا حطيته كله اهو. هنحط بس شويه خلطه. معلش بقى ايه البطرمان اطول من التصوير يعني، فهنحط ميه الليمون. على فكره كل البهاريز اللي طلعت من الليمون اتحطت فيه. انا دلوقتي هصوره لكم من فوق. اهو صورته لكم من فوق. هنرش رشه زيت على الوش
وهنقفله، هنحط كيس كده وهنقفل بيه بحيث ان هو ما يبص. بصوا اهو انا صورت لكم بكل حاجه اهو. طبعا انت حابه تحطي يعني فلفل حطي، بس هو الليمون معروف ان هو ليمون بالفلفل يعني. اهو يا جماعه، طبعا ده انت ممكن تاكلي منه اصلا تاني يوم، تاكلي منه يعني انا تاني يوم بالظبط بجيب قرنين فلفل واكل منهم. انا بحب الليمون، انا بحب الفلفل اللي جوه الليمون جدا. وبعدها بيومين ممكن تجيبيه وتاكلي منه، بيبقى كويس يعني، بيبقى اصلا استوى ماشي. بس تجيبيه لما تيجي تطلعي الليمون، تطلعي الليمون بمعلقه تكون نظيفه، ولما يفيض منك واحده ما ترجعوش تاني في البطرمان. وبصوا انا بعد يومين برضو ابقى هطلع لكم منه ماشي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. بحبكم في الله، سلام عليكم.